الجاسوس عماد عبد الحميد والخاين عزام عزام. عماد عبد الحميد واللي اتولد في شبين الكوم في المنوفية واتخرج من كلية الاقتصاد المنزلي وبعدها يشتغل مدرس في أحد المدارس الإعدادية في مدينة شبين الكوم. بس عماد ما كانش عاجبه الشغل في المدرسة، عشان كده قدم على أجازة وراح اشتغل في أحد الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وكان مبسوط جدا أول ما عرف إنه هيسافر مع زمايله لإسرائيل للتدريب على صناعة الملابس. هناك في إسرائيل هيقدر يبين انحرافاته الجنسية من غير ما حد يقول له أنت بتعمل إيه. وأول ما وصل عماد عبد الحميد وزمايله على إسرائيل كان عزام عزام مندوب المصنع موجود في استقبالهم في المطار، وقدر يخلص لهم الإجراءات وبسرعة. وفي الوقت ده كانت عيون عماد عمالة تبص على النساء في كل مكان، وطبعا ما كانش من الصعب على عميل الموساد زي عزام عزام انه يكتشف الانحراف الجنسي لعماد. واول ما يوصلوا على الفندق راح عزام عزام موطي على ودن عماد وقال له انه محضر له مفاجأة حلوة وجاب له فتاة روسية، لكن عماد خاف بسبب رؤسائه في العمل وزمايله اللي قاعدين معاه في نفس الفندق، ما خافش من حاجة تانية. وعشان عزام عزام شايف ان عماد ست سهل قرر الانفراد بيه عشان يقوم بتجنيده، وراح نقله لمصنع تاني يتدرب فيه بعيد عن رؤسائه وزمايله في العمل. وفي مرة من المرات يقابل عزام عزام عماد ويعرفه على واحدة اسمها زهرة جريس، واللي قال له انها غنية جدا وممكن تتجوزه، وده بسبب ان عماد كان طلب منه قبل كده انه يساعده في الزواج من اسرائيلية. وبعد ما السيطرة الجنسية على عماد عبد الحميد من زهرة جريس واللي اساسا عميلة للموساد الاسرائيلي، وطبعا اتعمل له ألبوم صور جنسية محترم لعماد عشان يقدروا يسيطروا على عماد سيطرة تامة، وقرروا انهم يطولوا مدة اقامة الوفد لمدة اسبوع تاني. وبعد تجنيد عماد عبد الحميد تم تدريبه على الحبر السري واللي هيستخدمه عماد في ارسال التقارير، وتم تكليفه ببعض المهمات وادوله 4 قطع ملابس نسائية مشبعة بالحبر السري عشان يستخلص منها الحبر السري ويبعت بيها التقارير اللي هيقوم بإرسالها للموساد الإسرائيلي. وحسب تحريات شعبة الأمن القومي واعترافات المتهم إن في اليوم السابق على وصوله على مصر اتقابل مع واحد اسمه ميكي باغوس، واللي كان أصلا ضابط في الموساد الإسرائيلي واسمه الحقيقي ميخائيل بيركو. وتعرف عماد على الصورة اللي قدمتها له المخابرات المصرية لضابط الموساد، وبعدها تم القبض على عزام عزام ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة الاتفاق الجنائي مع الجاسوس عشان يصدر الحكم بالسجن المؤبد على عماد عبد الحميد والسجن 15 عام على عزام عزام، واللي تم الإفراج عنه بعد 8 سنين من سجنه في صفقة تبادل بين مصر وإسرائيل مقابل 6 طلاب مصريين كانوا تاهوا في الصحراء ودخلوا للحدود الإسرائيلية بالغلط، وإسرائيل قبضت عليهم وقالت انهم دخلوا لإسرائيل عشان الاستيلاء على دبابة إسرائيلية وهاجموا بيها احد البنوك ويسرقوها ويسلموا الاموال للفلسطينيين. وبكده تكون نهاية الجاسوس عماد عبد الحميد والخاين عزام عزام، وتحية اجلال وتقدير لرجالة المخابرات العامة المصرية، وتحيا مصر.